شو لك علاقه؟ شو العداء انا امثل اتهامات متبادله. انا رجال جمهور مقاومه، انا ما اقبل لا انت ولا غيرك تمثل المقاومه. تفضل المقاومه الشريفه اللي دافعت عنك لما انت تخاللت. هاي العنتريات انت ترفض الحرب. سيد العصاد رجاء. هاي لا هذا الخطاب هذا يعبرون على الشباب. كملت مداخلتك خلينا نتداخل. هذا الخطاب فلا تعبر عليه. كملت مداخلتك خلينا نتداخل. انا لا اسولف ويا هذا الخطاب. لا سولف لا تحكي وياي هذا الخطاب. احترم نفسك ولا تحكي وياي هذا الخطاب. تفضل. يعني هسه من نجاوب عليك وهينك تقبل؟ كل هذا احترموا الوقت رجاء. تفضل. لا احترم نفسك. رجاء انت مو محترم لان توجهت لهاي الحوار بدون تصعيد شيخ رجاء. لان انت لو ما احترم راح اتجاوزك لانه احتراما للبرنامج، فخلينا نوقف يوم هاي النقطه. انت تجاوز رجاء انا ما عندي وقت. هو تجاوز. تفضل. انت شنو وظيفتك له؟ يتجاوز عليه شنو وظيفتك؟ اكو تجاوزات متبادله وانا رجاء انا ما شخص انا ما اتجاوز عليك. كل شخص متخاذل هو متصهين. خلاص تفضل. بالنتيجه من بهذا المنطق انا اريد احرر العراق من امريكا. امريكا اللي جابتك. اولا امريكا اللي جابتك لك. لا انا ابن الوطن، انت اللي جيتوا، انا هنا قاعد، انت وامثالك جيتوا، انتم عد بابات جيتوا، ما انا اللي جيت. انا واهلي قاتلنا هنا ودافعنا وقعدنا. لا تأدب لا تقول بعثي. رجاء احترم نفسك. انا قضيتها بالسجون. احترم نفسك. انت قضيتها وين؟ شباب انا قضيتها بالسجون، سجون صدام. انت انسان بعثي تكتب تقارير عن المقاومه، هاي وظيفتك. سفاره. اسمعي يا اختي شباب بهذا المنطق انت من تجيبين ضيف؟ اريد كاميرتي. من تجيبين ضيف تخليني احترم الضيف. اشوفكم يوم الاحد. مع